بقرة تتكلم وذئب يتكلم. كيف يا أخي لو أنك وجدت بقرة تتكلم أمامك، أو رأيت حيوانا ما يتكلم أمامك، كيف سيكون المشهد؟ هل فعلا ستصدق هذا؟ نعم، هذا حصل، هذا حدث، هذا وقع. في الأمم التي كان قبلنا كان رجل معه بقرة، فقام هذا الرجل ركب على البقرة وقام يضربها حتى تسرع، فالتفتت البقرة إليه وقالت: يا هذا إنا لم نخلق من أجل هذا، يعني خلقنا الله للحرث من أجل تأخذوا منا اللبن. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هذا كان في حضرة النبي، والذي قص هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح. قال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكونا موجودين، ما كانوش معهم في المسجد في ذلك اليوم، لم يكونا موجودين بعد صلاة الصبح. وقال هذا لعلمه بقوة يقينهما وإيمانهما بما سيقول عليه الصلاة والسلام، أو بما يحكيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشيء بالشيء أيضا يذكر. قال لهم عليه الصلاة والسلام: بينما كان رجل راعي يرعى الغنم، فعدا ذئب جاء وأخذ غنمه وهرب. الراعي هذا لحق هذا الذئب، طلب الغنمة حتى أمسكها وأخذها من الذئب راح مسافة هكذا بعيدة وقال: يعني استنقذتها مني، أخذتها مني. فاستغرب هذا الراعي، قال: ذئب يتكلم؟ فقال: ما بالك بيوم السبع ولا راعي لهذه الغنم إلا أنا. يعني سيأتي يوم اسمه السبع أو السبع، يوم يحصل فيه فتن ومصائب في آخر الزمان، ويذهب الناس ويهربون ويتركون الغنم ومصالحهم، فيأتي هذا الذئب ويأخذ من الغنم ما شاء. فقال الصحابة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكونا موجودين معهم في ذلك المجلس. وهذا أيضا يدل على فضيلة أبي بكر وفضيلة عمر، وعلى قوة إيمانهما ويقينهما بصدق ما يتكلم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.